اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل أكلة كده موفرة واقتصادية، كفتة الرز يا جماعة، بس هنعملها بالفراخ مش باللحمة، ولا نحتاج بقى نروح عند الجزار ونقف نقطع لحمة ونفرم. هنعمل كل حاجة في البيت. جبنا هنا بصلاية في الخلاط وهنحطها ونحط معاها قرن الفلفل كده الأخضر الحامي أو مش حامي زي ما انت عايزة، وكمان هنحط معاها الخضار بتاعنا، الكزبرة والشبت. انا مش بحط لها بقدونس. هنحط كده واحدة كزبرة مع واحدة شبت متقطعين، وهنحط شوية مية كده في الخلاط علشان يتضرب معانا بسهولة. زي ما انتوا شايفين كده بنضربها كويس جدا. وهنا قطعة اللية هنفرم برضو قطعة اللية ونزل بالخليط بتاعي، نزلت بيه كله طبعا. وانا فرمه هنا صدور الفراخ، فرمتها في المفرمه بتاعه الخلاط اللي هي المطحنه بتاعه الخلاط، لان مش متوفر عندي كبه. حطيت معلقه فلفل اسود، وهننزل بحبه كزبره ناشفه، احط حبه كمان، وشويه كمون، وكمان هنحط معلقه كبيره 7 بهارات. وممكن تحطي شطه لو حابه، بس انا خلاص اكتفيت بقرن الفلفل اللي انا حطيته. وممكن بابريكا زي ما انتوا حابين، وطبعا اظبطي الملح. واقلب كل الكلام ده بقى كويس مع بعض، ندمجهم كويس جدا. طبعا لو عندك كبة ممكن ترجعيهم تاني في الكبة يعني الكبة الكبيرة، وتديهم وش كده مع بعض بدل ما تعمليهم بايدك. بس انا طبعا عملتها بايدي زي ما انتوا شايفين، وبقت نفس عجينة الكفتة بالظبط. ولو ممكن نحطها شوية في التلاجة علشان تتماسك اكتر وتكون معاكي سهلة في التشكيل، بس انا بصراحة ما حطيتهاش وكانت بتتشكل معايا بايدينا كده زيت زي ما انتوا شايفين. ونشكلها الحجم بقى اللي بتحبيه، صغير اكبر براحتك. وطعمها بيكون كويس جدا، والله طعمها بتكون زي كفتة اللحمة بالظبط، نفس الطعم ونفس الريحة وبتكون اقتصادية وموفرة. جربوها هتعجبكم جدا. يعني لازم نغير شوية في أفكار الأكل كده ونسهل على نفسنا. مش شرط بقى نروح عند الجزار ونقف عشان نقطع لحمة ونفرم. وانا عندي ولادي كمان ما بيحبوش اللحمه الجملي، بيقرفوا منها. قلت يعني اجرب لهم الفكره دي، عجبتهم جدا، كانوا عمالين ياكلوها وهي كده محمره. هما في الطبيعي بيحبوا الكفته وهي محمره، بس حبوا الطعم ده اكتر. صراحه كان طعمها حلو جدا. وهنا حته زبده كده عشان نعمل الصلصه. نحط كمان معاها بصلايه، لو مش حابه تحطي بصل وعايزه تعمليها بتوم بس ممكن، بتبقى حلوه برضو. حبه فلفل اسود مع البصل كده وشوحهم. ونزلت بعصير الطماطم. حط شويه كمون، شويه ملح، مع مكعب مرق الدجاج. ونسيبها بقى تتسبك كده. ونحمر بقى هنا الكفتة متماسكة يا جماعة وتحفة وجميلة جدا جدا. ممكن بقى تعملي جنبها مكرونة محمرة، رز بشعرية، رز واحدة واحدة اللي تحبيه اعمليه معاها، تبقى طعمها حلو طبعا مع اللي انتوا بتحبوه. احنا عملنا شوية رز ابيض زي ما انتوا شايفين. شوفوا طالعة كل صباع بالصباع بتاعه، تحفة ولونها تحفة دهبي جميلة، ولا فكت ولا نفشت ولا اي حاجة. وهنا الصلصة اتسبكت، ننزلها بايدينا بقى احسن عشان المعلقة كانت هتوقعها.
جربوها يا جماعة، والله طعمها جميل جدا جدا جدا، وما تفرقش عن كفتة اللحمة، تحفة بجد.